بقى يحصل لي حاجات غريبه، بقيت مش قادره، بقيت احس ان في حد نفس معايا في الاوضه، بقيت اخاف انام لوحدي، بقيت اخاف اقعد في الضلمه، بقيت على طول مخنوقه وتعب وما بقتش قادره، وبقيت تعبانه وما بقتش عارفه اعمل ايه، وفشلت في كل حاجه في حياتي، وما بقتش لا عارفه لا في خطوبه بتنفع ليا، ولا في شغل بينفع ليا، ولا في اي شيء بينفع ليا. اداني حاجات كده ان انا اقراها، وكتب لي ودى والدتي كلام ان هو يتكتب على دراعتي وعلى ظهري وعلى صدري، وبقيت واداني حجاب قال لي لازم تشيليه، اوعي تمشي من غيره. بنت حياتها اتدمرت والسبب السحر. جاتني رساله على رسائل الصفحه بتقول لي انا جيت لك وبكلمك، حسيت ان انت طوق نجاه ليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. بتقول لي انا كنت دايما حاسه بكسل وحاسه بخمول وحاسه ان انا مش قادره اعمل اي حاجه ولا اقوم اعمل اي حاجه في البيت، وتعبانه دايما وهمدان ودايما صداع، وما بقتش عارفه اعمل ايه. فجاني فضول ان انا ادخل اعمل سيرش على الانترنت واشوف الاعراض دي اعراض ايه، لاني كنت حاسه ان انا عندي سحر. دخلت وقلت اعراض السحر ايه، لفت نظري لفيديو لشخص بيتكلم وبيقول اي حد عنده اي اعراض تخص السحر او اي شيء في جسده، انا هقول لكم ازاي تتاكدوا. وفضل يقول في الفيديو شويه حاجات وقال تقولوا ورايا، واللي هيحس بالم في الجزء الشمال، دراعه الشمال وفي رجله الشمال، يبقى ده مأذي، يعرف ان هو مأذي على طول. وفعلا قال شويه كلام كده، وقعدت اردد وراه وقراتهم، ولقيت فعلا الم في الجزء الشمال. قلت بس يبقى انا كده، ده انا عندي سحر، انا هدخل وهكلمه. ودخلت وكلمته بالفعل، وقلت له ان انا بشعر بكذا كذا، وقريت وراك وحصل لي الم في الجزء الشمال في دراعي وفي رجلي. قال لي بس انت كده مأذيه، بس انا مش هقدر اقول لك غير لما ابعتي لي صورتك وابعتي لي اسمك واسم الام. بتقول بدون تفكير وبدون اي وعي بعت له واديته، قلت له هترد عليا امتى؟ قال لي سيبيني يومين هكشف واشوف انت عندك ايه بالظبط. بتقول بالفعل انتظرت منه ان هو هيرد عليا في رساله. بعد يومين دخلت وكلمته انا، قال لي زي ما انا قلت لك انت عندك سحر، وسحر ايه سفلي، ولازم لابد ان اللي يتقرأ عليكي، ولازم ان انا اعمل لك جلسه وفورا، يا اما كده انت هتتاذي اكتر. قلت له طيب انا هشوف وهرد عليك. اللي هشوفه ورد عليك بعدها لقيت نفسي حرفيا انا متدمره، بقيت بحس ان انا بتكتف وانا نايمه، بقى يحصل لي حاجات غريبه، بقيت مش قادره، بقيت احس ان في حد نفس معايا في الاوضه، بقيت اخاف انام لوحدي، بقيت اخاف اقعد في الضلمه، بقيت على طول مخنوقه وتعب وما بقتش قادره اتكلم. في حاجات لماما وقلت لها، قالت لي خلاص يا بنتي احنا ايه نكلمه ونشوف، لو يا اما هو يجي لنا يا اما احنا لو هو ليه مكان نروح له. طبعا كلمته وبعت له رساله وقلت له خلاص حضرتك انا موافقه، لاني انا الالم زاد عليا. قال لي بالظبط كده، كنت عارف ومتاكد ان هيحصل لك كده، ان انت هيزيد عليك التعب. بقول له ليه؟ قال لي عشان انت عرفتي اللي عندك، الاول ما كنتيش عارفه فكانوا بيدوكي تمهيدات بسيطه، انما بعد ما انت عرفتي الدنيا هتتغير عندك 180 درجه، ولازم تتعالجي فورا، لان كل ما تسكتي على نفسك هتزيدي اكتر. قلت طب ايه الحل دلوقتي؟ هل حضرتك ممكن تجي لنا ولا ليك مكان احنا ممكن نجي لك فيه؟ قال لها لا انا هاجي البيت عشان اشوف لو في حاجه مرشوشه في البيت، قولي لي العنوان. بتقول كتبت له العنوان وقلت له، قال لي خلاص انا هاجي لكم بكره. وفعلا جه وابتدى ان هو يجي، وابتدى ان هو يقرا، وابتديت ان انا اتعب ويحضر عليا صوت غريب، وبقيت تعبانه، وبقيت بعدها في النازل منعت اكله وبقيت مش قادره، واداني حاجات كده ان انا اقراها، وكتب لي ودى والدتي كلام ان هو يكتب على دراعتي وعلى ظهري وعلى صدري، وبقيت واداني حجاب قال لي لازم تشيليه، اوعي تمشي من غيره. فعلا عملنا كده، بس حالتي بقت تسوء اكتر واكتر، وبقيت اشوف احلام مزعجه، وبقيت حالتي سيئه جدا، وما بقتش طايقه اي حاجه، وسبت شغلي وسبت كل حاجه في حياتي، وبقيت على طول تعب في النازل، وبقيت ترجيع، وما بقتش قادره اعمل اي حاجه. حرفيا انا بقيت متدمره، وكل ما اكلمه يقول لي انا بحاول ان انا افك لك، ده السحر بيتجدد، ده السحر بيتجدد، هو ده اللي بيعمله. يومين الاقي نفسي كويسه، وبعدها الاقي نفسي تعبت تاني، وانا تعبت وما بقتش عارفه اعمل ايه.
انت لو شفتيني حالتي هتصعب عليكي، لاني بجد انا حرفيا بقيت شبه الموميا، وبقيت تعبانه، وما بقيتش عارفه اعمل ايه، وفشلت في كل حاجه في حياتي، وما بقيتش في لا عارفه لا في خطوبه بتنفع ليا، ولا في شغل بينفع ليا، ولا في اي شيء بينفع ليا. ارجوكي قولي لي اعمل ايه، انا تعبت بجد. هو ده اللي بيحصل. ارجوكم يا جماعه، بالله عليكم بالله عليكم، حاولوا بقدر الامكان ما تثقوش في حد. انتوا يعني انت ما تعرفيش اي حد على النت، ولا عارفاه شخصيا، ولا عارفه هو بيعالج. دول بيتاجروا بالدين، دول بيتاجروا واخدينها تجاره. اي حد يقول لك اسمك او اسم امك ده دجال، اي حد يقول لك صورتك ده دجال، اي حد يقول لك قطرك ده دجال، اي حد ياخد منك فلوس ده دجال. دول واخدينها تجاره، ولو عالجك شويه هيرجع يتعبك تاني، لان هو خلاص بيسلط عليكي جن، لغايه ما تتعبي وتتدمري علشان خاطر تبقي محتاجه له، ويفضل يستنزفك في فلوس ويا ريتك جيتي على الفلوس بس، لا انت بتتدمري وحياتك كلها بتضيع. هو ده اللي بيحصل. فارجوكم يا جماعه، لقيتوا اي حاجه على الانترنت ما تدخلوش تقراوها، حتى لو بالنظر هتتسحروا، اي طلاسم هتقروها هتتسحروا، اي شيء، اي حد في فيديو يقول لكم قولوا ورايا او اعملوا كذا برضه هتتسحروا. كل دي غلط، اكبر غلط. واي حد يقول لك علاج غير القران الكريم يبقى دجال ونصاب. انا بقول لكم اهو، ما تسمعوش كلام اي حد. انت علاج نفسك، علاجك هو الصلاه والقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وقراءتك للقران، وقراءه سوره البقره وسوره الجن يوميا في جلسه واحده ومن دون اي انقطاع، وقيام الليل والصلاه على اوقاتها والاذكار، ودايما تناموا على وضوء واذكار النوم. كل دي لازم تلتزموا. عبادات، دي عبادات ربنا امرنا بيها. يعني احنا ما تقولش اننا في ناس ممكن تزهق وتمل وتقول لك انا خلاص مش ده ربنا نسيني، ده انا مش هخف، ده انا هفضل كده تعبانه، هو انت يا رب ليه سايبني كده؟ لا، ربنا مش سايبك ولا نسيك، ربنا بيعودك على العبادات. ربنا مش عايز ان هو بيطول عليك الاذى او الابتلاء علشان خاطر انت تتعود على عبادته، علشان خاطر ان انت عايز يسمع صوتك، عايزك تناديه، عايزك تبقى دايما محتاج له هو وبس. لانك انت لو انت خفيت في ساعتها وخلاص وكل اللي عندك ده راح، هتعمل ايه؟ مش ساعتها هتسيبوا اللي انتوا ماشيين عليه، هتسيبوا العبادات والصلاه والقران وتقولوا خلاص احنا خفينا؟ طب ما هو ده اللي هيحصل. لا، ربنا عايزك ان انت تتعود على العبادات، حتى لو قعدت سنين خلي عندك ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان هيستجيب وان هتشفي في يوم من الايام. لكن لازم ان انت تتعود، فربنا عايزك تتعود، لانك انت حتى بعد ما تخف هتحس ان ناقصك حاجه، هتحس ان انت عايز العبادات دي خلاص جزء من يومك، مش قادر ان انت تبعد عنها، مش قادر ان انت تاثر في حق ربنا. لو عملت اي معصيه او اي غلطه هتلاقي نفسك ضميرك بيوجعك، ان هتلاقي نفسك تعبان، هتلاقي نفسك مش عايز تبعد عن ربنا، هتلاقي نفسك بتناديه لوحدك كده، هتجيب سجاده الصلاه وتسجد وتنادي ربنا وتدعي له كتير وتتوصل اليه. هو ده بس اللي انت ربنا سبحانه وتعالى هو لوحده اللي تلجأ ليه. لا تقول لي بقى دجال ولا تقول لي اي حد، الا اذا حد فاضل شيخ مسجد جنبكم انتوا واثقين فيه وعارفينه ممكن يقرا عليكم رقيه شرعيه، وطبعا ده لا من غير فلوس ولا من غير اي شيء. لكن غير كده ما تثقوش في اي حد، ما تبصوش لاي حد ولا تبعتوا لاي حد صوركم يا جماعه، ولا اساميكم ولا اسم امهاتكم ولا فلوس. ما تخلوش حد يضحك عليكم باسم الدين، دي تجاره. انا عارفه ان انا ممكن ناس كتير تهاجمني بسبب الموضوع ده، ولكن انا بقول على يعني كلام هتسئل بيه قدام ربنا سبحانه وتعالى، ولا بيفرق معايا انس ولا جن. انا كل اللي يفرق معايا هو رضا ربنا سبحانه وتعالى. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يسترها معانا جميعا ويكفيكم شر شياطين الانس والجن. واي حد ليه اي استفسار انا اختكم ومعاكم، ابعتوا لي، واي شيء انا تحت امركم في اي وقت. وربنا يا رب يبقى معانا جميعا ويسترها معانا ويرزقنا حسن الخاتمه. اللهم امين يا رب العالمين.